هنا في مقهى المجلس بإمارة دبي تحتار في الاختيار بين الكاملتشينو والكامل لاتيه، فهذا المقهى لا يقدم سوى منتجات النوك، ومن المحتمل أن تجد فرعا له حولك قريبا. نحن نتطلع لافتتاح فرع للمقهى في مطار نيويورك، فلماذا لا نفتتحه أيضا في مطار طوكيو وفي أرجاء أخرى حول العالم؟ إنه أكثر فائدة من حليب الأبقار، والأفضل دائما يتفوق. وحتى وقت قريب منع الاتحاد الأوروبي دخول مشتقات حليب النوك إلى أوروبا، غير أنه في يوليو تموز الماضي سمح لمنتجات شركة الإمارات لحليب النوك ومنتجاته، ما يجعل الإمارات العربية المتحدة أول بلد يصدر حليب النوك إلى أوروبا. ولم تكن عملية الالتزام بالشروط والمعايير الأوروبية سهلة جدا، خصوصا مع وجود أكثر من 3000 ناقة تنتج حليبا لعلامتين التجاريتين كامليتشوس والنسمة لصناعة الشوكولا. بذلنا جهوداً حثيثة خلال السنوات الخمس الماضية حتى تمكنا من الحصول على إذن الاتحاد الأوروبي، ولم تكن شركتنا الوحيدة التي ساهمت في إبرام هذه الاتفاقية، بل كان معنا أيضاً المختبر المركزي للأبحاث البيطرية وبلدية دبي ووزارة البيئة والمياه. غير أن النوك تنتج نصف ما يمكن للأبقار إنتاجه. القضية هنا هي الأعداد القليلة من الجمال التي تعيش في القرن 21، ولعل شهادات الأيزو لدينا تشير إلى أن هذه الجمال تنتج حليبا صالحا للبيع في الأسواق، غير أن هناك الملايين من الجمال في أفريقيا والتي يمكنها أن تعطي كميات وافرة من الحليب يوميا، وهذا مصدر جيد للاستخدام. وتعتبر شركة النسمة لصناعة الشوكولا المستفيد الأكبر من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، إذ تقوم بشحن حليب البودرة إلى النمسا للإنتاج. تطمح النسمة إلى التميز والخصوصية، لا نرغب بأن نكون كغيرنا، بل نرغب في بيع الشوكولاتة للمناسبات الخاصة، وهدفنا أن نكون في قائمة الخمسة الأفضل حول العالم. ولكن رغم عدم توافره بصورة كبيرة، إلا أن النسمة حققت نمواً قدره 3 أضعاف مؤخراً. نحاول البحث عن مجالات جديدة لاستخدام حليب النوق، مثلا في الصناعات الدوائية، مواد التجميل، الأدوات الرياضية والمكملات الغذائية، لذا فهناك مجالات أخرى كثيرة لاستخدام حليب النوق. ولا تضاف أي مواد حافظة إلى حليب النوق، وبالتالي فإن عمره قصير جدا، وحتى اليوم لم يتم بيع كامليتشوس في المحلات الكبرى بأوروبا، ولكن مع وجود كميات أقل من السعرات الحرارية وفوائد أكثر من حليب الأبقار لا تتوقف الأحلام هنا.